السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من ميجا ستور، والنهاردة جايب لكم لابتوب جرافيك بسعر جامد قوي ب 7500 جنيه في الوقت الحالي. لابتوب شاشة 15.6 بوصة وجودة الصورة فول اتش دي ومعاه جرافيك 2 جيجا، ده غير الكارت الانتل. وطبعا قبل ما ابدا بالفيديو لازم تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. من غير ما نرغي كتير يلا بينا نبدا بالفيديو على طول. لابتوب النهارده يا جماعه موديل اسمه اتش بي 650 جي 2. اول حاجه هنبدا بيها هو الشكل والخامه. طبعا شكل اللابتوب بيجي بلون اسود من بره ومن جوه سيلفر، معاه طبعا بصمه زي ما شايفين كده، بس بصمته بتاعته مش زي الموبايل، بتبقى طبعا ابطا من الموبايل بكتير. نازل طبعا بكيبورد كامل بينور. هنبتدي نشغل الجهاز ونبص برده على الاضاءه بتاعه الكيبورد بتاعته. الكيبورد بتاعه طبعا 15.6 بوصه، بينزل بكيبورد كامل فيه كالكوليتر في الجنب. لو انت شغال محاسب هينفعك جدا في الارقام بتاعتك. طبعا كالعاده اللابتوبات اللي صوت خارج بتيجي كلها بكيبورد من الانجليش. طبعا بتضطر تجيب له ستيكر عربي او المحل اللي هتشتري منه هيديلك الستيكر العربي بتاعه. اللابتوب طبعا نازل باتنين ماوس، واحد بوينتر في النص هنا ومعاه التاتش باد بتاعته في كذا كليك، في اتنين هنا وفي اتنين هنا. طبعا التاتش باد بتاعه سلس جدا وسريع زي ما انت شايف، ده بتقدر تحرك بيه بكل سهوله. بس طبعا ده مش هيبقى كويس قوي وانت شغلك تصميمات او شغلك جيمنج، هتضطر تشتغل بماوس خارجي. نرجع طبعا نخش في الموضوع بتاعنا، موضوع اللابتوب. الشكل الخارجي بتاعه نازل باللون الاسود. طبعا الخامه من البلاستيك زي ما انت شايف كده، بيتفتح معانا 180 درجه، وده بيدي روح للمفصله انها تروح وتيجي ما تتكسرش بسهوله زي بقيه اللابتوبات. طبعا سماعاته من فوق زي ما انت شايف كده. في زرار هنا ده بيطفي الواي فاي خالص او يقدر يشغله تاني. ومعانا هنا زرار الباور بتاعه. طبعا دي البصمه بتاعتنا واتكلمنا عن التاتش باد بتاعته. طبعا من ورا واخد لوجو اتش بي طبعا القديم، مش واخد اللوجو الحديث زي بقيه اللابتوبات. ونيجي للظهر بتاعه هنلاقيه برده نازل من اللون الاسود مع حواف جميله هنا زي حليه كده مخليه شكل اللابتوب ظريف شويه. واخده اللون السيلفر اللي هو جوه اللابتوب. طبعا بيجي معاه سي دي زي ما انت شايف. وهنا هنلاقي اللمبه بتاعته ولمبه الهارد ولمبه الشحن ولمبه الباور ولمبه واي فاي. نيجي بقى للمواصفات بالتفصيل ورقم البروسيسور. اللابتوب ده بينزل ببروسيسور كور اي 5 من الجيل السادس. رقم البروسيسور بتاعه كور اي 5 6300 يو مع رامات 8 جيجا من نوع دي رام 4 اب تو 32 جيجا. بس طبعا انا مش بنصح الناس تركب 32 جيجا رام، هي تركب رامات 16 جيجا بس. لو هي حبت تزود الرامات تغير اللابتوب افضل، لان هتلاقي فرق الرامات ده لو الرام ب 1000 جنيه او 1100 جنيه ده فرق لابتوب تاني، فانصحها انها تغير اللابتوب. طبعا بيجي بكارتين شاشه انتل اتش دي 520 ومعاه كارت اضافي اسمه R7M 350 بحجم 2 جيجا دي رام 5، قادر يشغل لك فوتوشوب واوتوكاد و3 دي ماكس بجوده كويسه قوي. وكمان بيشغل جيمز تقيله زي بابجي وبيس 17 و18. طبعا اللابتوب بينزل بكاميرا ومايك وصوته عالي جدا. لو انت بتشتغل زوم او اونلاين ميتنج هتلاقي الكاميرا بتاعته واضحه جدا، بس طبعا مش زي جوده الموبايل. يعني عمرك ما تقيس جوده صوره كاميرا لابتوب او كاميرا ويب بجوده موبايل، لان دي حاجه ودي حاجه. يجي بقى المخارج والمداخل بتاعته وفتحات التهويه بتاعته. اللابتوب طبعا يا جماعه جايب مخارج هنا، ده مخرج الصوت بتاعه، ده مخرج بيشحن الموبايل، طلع منه كابل HDMI او اي مخرج تاني انت عايزه. وده كابل ديسبلاي بورت. هم اصلا الكابل ده بيشتغل على الشاشات. معظم الشاشات الاستيراد خارج بتيجي بالسوكت ده اسمه ديسبلاي بورت. فطبعا في توصيله من ديسبلاي بورت ال HDMI او فيجا، في كابل تحويل يعني. وده طبعا اليو اس بي 3 بتاعه جاي ب 2 يو اس بي 3، وده مكان للان وده مكان لخط. قلنا قبل كده ان هو بيبقى صعب ان هو يشتغل في مصر شويه. ودي مخرج شحن بتاعه. ده مخرج الفيجا بتاعته لو انت عندك شاشه رئيسيه داخليه بتوصل الكابل هنا. وده مخرج برده موجود في معظم اللابتوبات. الجنب الثاني هنلاقي مخرج لكم هنا او السيريال. طبعا من الجنب الثاني هنلاقي هنا السي دي بتاعه، وده في معظم اللابتوبات بقى ما بقاش موجود، بحيث ان هو بيدي سماكه لللابتوب، بيخلي اللابتوب سميك شويه وبيزود وزن اللابتوب. ودي فتحات التهويه بتاعته. طبعا احنا قلنا قبل كده ان هي بتسحب السخونيه من جوه تطردها بره على هيئه هواء سخن. نيجي بقى من قدام هنا هنلاقي اللمبه بتاعه الواي فاي. لمبه الواي فاي لما يكون لاقط واي فاي او محتاج يلقط واي فاي هتلاقي اللمبه دي منور ابيض او برتقاني. ودي لمبه الباور بتاعته اللي هي بتبين الجهاز شغال او لا. دي لمبه الشحن. لو اللابتوب بيشحن هتلاقي اللمبه دي برتقاني لحد ما توصل للون الابيض، وبعد كده ايه بتطفي. طبعا بعد ما شفنا الشكل العام لللابتوب والمداخل بتاعته والمخارج وبقيه المواصفات، هنيجي دلوقتي نبص على اللابتوب من جوه ونشوف في ايه. بس طبعا قبل ما نفتح اللابتوب من جوه ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس. طبعا هنجيب الفوطه الظريفه بتاعتنا اللي هي بتحافظ على اللابتوب من الخرابيش، ونضطر نحط اللابتوب كده ونحاول نفك المسامير بتاعته بحرص. نجيب المفك بتاعنا بسم الله. طبعا هنفك اللابتوب كده من الجنب بسم الله.
دي بطاريه اللابتوب زي ما انت شايف كده، بطاريه كويسه، بطاريه اوريجينال، نازل طبعا برامات 8 جيجا، للاسف برضو رامتين كل واحده 4 جيجا، عشان تعلي الرامات هتضطر تشيل الرامتين دول وتركب حته واحده 8. وده طبعا الهارد بتاعه نازل ب اس اس دي ام دوت 2 256 جيجا، بس للاسف هم عاملين لك مخرج تاني، اما يشيل هارد اس اس دي يا اما اتش دي دي. معرفش ايه الفكره ان هو يحط لك مكان الاس اس دي ام دوت 2 مع المكان الاتش دي دي. اللابتوب كان بسهوله جدا قادر ان هو يشيل هاردين، بس للاسف هو دلوقتي هيشيل هارد واحد. عايز تزود مساحه الهارد او عايز تركب هارد جنبه هتضطر تشيل السي دي وتركب مكانه كده دي عشان تزود مساحه الهارد. بس طبعا دي ما بنصحش بيها دلوقتي، لان معظم هاردات الاس اس دي بقى سعرها مقارب جدا للاتش دي دي، فطبعا غير الاس اس دي على طول بحاجه 512 او 1 تيرا. طبعا كارت الواي فاي بتاعته هنا عشان تلقط اشارات، ودي الكابلات بتاعتها، ودي المروحه بتاعته. اللابتوب ما شاء الله من جوه مش باين ان هو مستعمل قوي او متبهدل، يعني ما شاء الله حالته كويسه جدا. ومعظم اللابات الاستيراد اللي بتيجي فرز اول بتبقى حالتها زي ما انت شايف كده. ده طبعا السي دي بتاعه، المروحه بتاعته، البطاريه. ممكن تفتح اللابتوب تنضفه عادي من هنا لو في اي تراب او بقالك فتره ما نضفتوش. طبعا هنرجع نقفل اللابتوب تاني من جوه ونبتدي نشوف اداء اللابتوب في الجيمز عامل ازاي. وطبعا هنقفل اللابتوب زي ما احنا شايفين كده. طبعا قبل ما نوريكم تجربه الاداء بتاعته في الجيمز وبرامج الجرافيكس، تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس. دلوقتي هنجرب نشغل عليه فوتوشوب 2020، وطبعا زي ما انتم شايفين كده اللابتوب بيشتغل كويس جدا ما شاء الله، مفيش اي تهنيج او لاج. وطبعا حتى لو يوفى او مشاريع كبيره ان شاء الله هيشتغل معاك كويس. نيجي بقى للاوتوكاد، وطبعا اوتوكاد اشتغل معانا على اجهزه انتل، وده طبعا مليون في الميه هيشتغل هنا كويس قوي حتى لو انت ضغطت عليه شويه وحاولت تشغل مشاريع تقيله. نيجي بقى لاداء الجيمز بتاعه. اداء الجيمز بتاعه طبعا مش افضل حاجه، بس افضل من اجهزه كتير انتل في الفئه السعريه دي. دلوقتي احنا شغالين عليه ببجي وشغاله ما شاء الله بسلاسه جدا، بس انا مقلل الجوده بتاعتها على قد ما اقدر، ان كل ما قللت الجوده كل ما كانت تديني اداء احسن. طبعا ده مش هيشغل لك ببجي باعلى جوده، ده هيشغلك بجوده متوسطه او تحت المتوسطه بشويه عشان يقدر يديك اداء قوي، لان احنا عارفين ان الثانيه بتفرق في اللعبه دي. متوسط سعر اللابتوب ده في مصر حوالي 7500 جنيه. طبعا في من الموديل ده بروسيسور من نوع كور اي 7، وده بيفرق حوالي 1000 جنيه. وطبعا في نسخ منه ثانيه بتبقى في الديل لاتيتيود 5570، ودي ان شاء الله في الحلقات اللي جايه هنعمل ريفيو عنها. استنوني في الحلقه اللي جايه جايب لكم لابتوب تاني ان شاء الله اجمد من اللابات اللي فاتت دي في الفئه السعريه برضو المتوسطه مش العاليه. وطبعا ما تنساش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الحلقه الجايه على خير. كان معاكم احمد ميجا، يلا سلام.